باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 11 وفي أول آية يقول الكتاب: وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. من الآية دي عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم قوي، وهو من مين نتعلم الصلاة؟ من مين نتعلم الصلاة؟ بس أول حاجة نلاحظها مثلا إن التلميذ دوت مع باقي التلاميذ، طبعا هو ما سألش لوحده، يعني التلميذ مع باقي التلاميذ لما سألوا وقال يا رب علمنا أن نصلي، محدش بيطلب حاجة يتعلمها وهو ما يكونش حاببها. طبعا بعيد عن المدرسة وبعيد عن الأشغال، في حاجات إحنا بالضرورة لازم نتعلمها، لكن لو حاجة أنا حاببها، لو مثلا في تطبيق جديد سمعت عنه على التليفون مثلا وسمعت عنه كلام حلو، أنا حابب إن أكون عندي التطبيق ده، باجي لحد وأقول له علمني بيشتغل إزاي، وريني بيشتغل إزاي. فحاجة زي كده مثلا أنا ببقى حابب، ولأن أنا حابب أنا بكمل، فبسأل وبطلب وبتعلم عشان أنا أحابب. تاني حاجة برضه نلاحظها إن لما أجي أتعلم حاجة مش هروح لواحد فاشل وأقول له علمني، ما ينفعش، يعني مش بالمنطق حتى. يعني مثلا لو واحد صاحبي قوي وجي قال لي مثلا ده أنا امبارح رحت لعبت قمار والحظ كان معايا وكسبت قد كده، أقول له إيه ده، حصلت إزاي؟ يقول لي بص هقول لك على سر، أنا قبل ما أدوس على المكنة برشم الصليب وأقول يا رب بارك، وبعد كده بلاقي البركة حصلت. ده مش هيعلمك الصلاة، ده هيعلمك القمار. ما تروحش الواحد بالشكل ده وتقول له علمني الصلاة، أو تاخد منه نصيحة فين إزاي تصلي. فلازم برضو نراعي الحاجات دي. طب أروح لمين أتعلم الصلاة إذا كان الموضوع مش بالسهل كده؟ أروح للكهنة بكل درجاتهم، مثلا من أول قداسة البابا لسقفة الكهنة الشمامسة، ولا أروح للآباء والأمهات الرهبان والرهبات، ولا أروح لخادم طاقي معايا في الكنيسة، ولا واحد بركة في العيلة؟ أروح لمين من دول؟ في الحقيقة بقى ما تروحش لولا حد من دول. والإجابة دي دلوقتي بس، خد بالك الإجابة دي دلوقتي بس، لأن عايز أكلمك عن حد مهم قوي أنت لازم تروح له. حد مهم قوي أنت لازم تروح له، الحد دوت هو الأساس، هو اللي هيعلمك الصلاة. فخد الإجابة دي دلوقتي، إن ولا واحد من دول، عشان عايز أقول لك اللي مين اللي هيعلمك الصلاة؟ اللي هيعلمك الصلاة الروح القدس. إيه ده بجد؟ اللي هيعلمك الصلاة الروح القدس، مش المسيح وعد وقال كده يعلمكم كل شيء؟ فالروح القدس هيعلمك كل شيء، ومن كل الأشياء اللي الروح القدس هيعلمها لك هيعلمك الصلاة. هيعلمك الصلاة. ده بصوا في آية حلوة قوي بتقول في رسالة روميا الإصحاح 8 آية 26 لآية 28، يقول الكتاب: وكذلك الروح، بيتكلم عن الروح القدس، وكذلك الروح القدس أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. إحنا مش عارفين بنصلي إزاي، يعني الحاجة اللي بنطلبها دي مش عارفين نطلبها إزاي. قال الكتاب كده: لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. فالروح القدس بيعين ضعفي، إن أنا مش عارف أصلي إزاي للحاجة ديت بالطريقة اللي المفروض بحسب مسرة قلب ربنا. فمين اللي هيعلمني ومين اللي هياخد الطلبة اللي في قلبي دي ويحولها لصلاة مقبولة أمام الله؟ الروح القدس. أقول لكم الآية مرة تانية: كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه، بيتكلم عن الروح القدس، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. إيه ده؟ ده حتى الحرارة اللي في الصلاة دي والروح النارية اللي بتبقى موجودة في الصلاة دي مش مني أنا، مش أنا اللي بصطنعها ولا أنا اللي عاملها. ده الكتاب يقول كده إن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها.
يكمل بعد كده برضو يقول ولكن الذي يفحص القلوب، يتكلم عن الله الآب، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. أكيد الله الذي يفحص قلبي وقلبك وقلبك هو الله اللي بيعلم اهتمام الروح القدس، لأنه روحه. فلما أجي أخذ الروح القدس يعلمني الصلاة، طبعا مفيش معلم أهم من الروح القدس، إن الروح القدس هو بيعلمك الصلاة. هو الله الآب اللي بيفحص القلوب، عارف اهتمام الروح إيه. ويكمل بعد كده لأنه الروح القدس بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. فالروح القدس بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. تقول لي بقى روح أسأل حد يعلمني الصلاة؟ اسأل روح الله اللي ساكن فيك. اسأل روح الله اللي ساكن فيك، هو هيقول لك ازاي تصلي، هو هيعلمك ازاي تصلي، هو هينطق فيك بأنات لا ينطق بها، وهو اللي هيعين ضعفك عشان انت مش عارف ما تصلي لأجله كما ينبغي. الروح القدس هيكون بحسب مشيئة الله. بصوا كمان في آية حلوة قوي في رسالة كورنثوس الإصحاح 2 آية 10 تقول لأن الروح، بيتكلم عن الروح القدس، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح القدس اللي هيعلمك الصلاة، الروح القدس اللي بيعين ضعفاتك، الروح القدس اللي بيشفع فيك من اللي انت بتصلي من أجله انت مش عارف تصلي ازاي. الروح ده بيفحص كل شيء حتى أعماق الله. فمين هيعلمك أكتر من كده؟ مين هيعلمك أحسن منه؟ محدش هيعلمك أحسن منه. عشان كده قلت لكم نتكلم بعدين في النقطة إن مين من البشر، لكن أهم حاجة اللي يعلمني ويعلمك ويعلمك الصلاة هو روح الله القدوس، لأن الروح القدس بيصلي فينا بحسب مشيئة الله، بيشفع في القديسين، ولأن الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله. يكمل في كورنثوس الأولى الإصحاح 2 ويقول لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، ويحط علامة استفهام. وده سؤال منطقي جدا، يعني مين من الناس هيعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان اللي ساكن فيه، ويحط علامة استفهام. بعد كده يروح معقب على الجملة ديت الاستفهامية، يقول هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. أمور الله، مسرة قلب الله، المشيئة الإلهية لا يعرفها إلا روح الله، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فمين اللي هيعلمني أصلي؟ روح الله القدوس اللي هيعلمني أصلي، وهيعلمني يصلي إزاي، وهيعلمني أصلي بالطريقة اللي حسب مشيئة قلب ربنا، لأن الروح القدس يعرف أمور الله، وأن الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله. بالنسبة للبشر بنتكلم عليهم هنخليها في الجزء الثاني عشان نتكلم باستفاضة عن المرشدين الروحيين. تابعوا معنا في الجزء الثاني من مين نتعلم الصلاة. ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته الآن والأبد، آمين.